العنوان اللي انت شايفه ده كان هيبقى بجد على فكرة، والله العظيم كانت هتتقفل فعلا. طبعا في ناس خدت بالها، في ناس متابعة الانستجرام فعرفت. طبعا يا جدعان في ناس كتير قوي بعتلي على موضوع ان في فيديوهات برايفت وفيديوهات اتشالت وكومنتات وبتاع، فانا طالع الستوري ده اطمنكم. بس انا كويس مفيش حاجة، هشرح لكم كل حاجة بس افوق بس من كام حاجة كده وهشرح لكم والله. المهم انا احكي لك القصة وانت اسمع معايا بقى. من شهرين كده كنت نزلت فيديو زي ما بنزل فيديو رياكت على شخص اسمه لوشا. لوشا احنا عارفين ان هو بيعمل محتوى على التيك توك وعادي هزرنا زي ما بنهزر، الدنيا ما فيهاش اي مشكلة. نزلت المحتوى ده على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب عادي مفيش اي مشكله. المهم يا معلم دخل لوشا كتب لي على الفيديو بحبك يا اسطى على التيك توك. هزرت عادي بنهزر، ما هو ده اللي انا متعود عليه، يعني هو ده اللي انا متعود عليه. هو راجل ذكي فاهم انا بتكلم في ايه، ما تنمرتش. يعني في ناس بتقول لي انت بتتنمر، ده لا يصنف تنمر المفروض، يعني دي قصه هنرجع لها بعد كده لان انا هفضفض معاكم جامد في الفيديو ده. بس خلينا عشان ما بعرفش ارتب افكاري خليني واحده واحده. المهم دخل لوشا قال لي بحبك يا اسطى، قلت له حبيبي يا اسطى انا كمان اخويا شقي. إذ فجأة اخد واحده سترايك في نص دماغي، دروخت يا اسطى انت كنت بتحبني. تاني يوم انا باخد سترايك، دي تهيؤات ولا ده فيك اكونت؟ دخلت لقيته اكونت لوشا والكومنت لسه موجود لحد دلوقتي. هوب اخد سترايك على الفيسبوك. مش مهم الفيسبوك، انا مش فارق معايا الفيسبوك كده كده اصلا. المهم قمت داخل يا لوشا ايه يا لوشا؟ قال لي حبيبي. قلت له حبيبي إيه؟ انت مديني واحده سترايك هناك. حبيبك ايه يا معلم؟ اخويا اصلا الشرف ليا اللي انت بتتكلم حتى عن لوشا في محتواك. لا لا لا، انا بحب كل الناس حتى اللي بيطلع يغلط فيا يعني الشرف ليا اللي انت بتقول اسم لوشا في محتواك. المهم لا يا عم انت تهزر، انت ترياكت براحتك مش عارف ايه، انا ببقى مبسوط. وكنا ظبطنا ان انا ممكن ارياكت على حاجه معايا، كنا ظبطنا كذا حاجه يعني. طب يا معلم امال في ايه؟ قال لي بس دي الشركه اللي ماسكه لي اليوتيوب عاملين. قلت له ده مديني سترايك على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. قال لي هشيل لك اللي على الفيسبوك. قلت له طب واللي على اليوتيوب؟ قال لي هشيلها لك يا عم في ايه؟ قلت له لا اصل انا قلقت بقى، ده موضوع بس يعني كان في نطاق الكونفرسيشن. المهم يومين ثلاثه والاسترايك اتشالت فين؟ فيسبوك. قلت تمام يمكن اليوتيوب بياخد وقت ولا حاجه. يومين ثلاثه يا لوشا الاسترايك. ايه يا اسطى انا كلمتهم والله ايه ده هيشيلوه ما تقلقش دي كلها يوم يومين ثلاثه ما فيش حاجه يا لوشا وبتاع. قال لي انا اكلمهم هم المفروض شالوا الاسترايك. وانا عارف ان لوشا بيتكلم بجد، هو لوشا ما كانش عارف فعلا، ممكن يكون حاجه من النتورك عنده في الشركه عنده ما ركزوش، لان هم فعلا لو كانوش عايزين يفتحوا الفيديو تاني ما كانوش فتحوا الفيديو في الفيسبوك. تمام. يشاء القدر ان حصل مشاكل للوشا هتخليه ما يعرفش يبقى ايه متواجد بشكل. قصه طويله، انا مش جاي النهارده اتكلم على اي حاجه، انا جاي اتكلم عن المشكله اللي حصلت، فمش عايز اتكلم على حد يعني. وهو كان شخص محترم معايا وهو كان شخص كويس جدا وتقبل النقد وكل حاجه. المهم لوشا اختفى وانا قاعد بالاسترايك بتاعتي، قلت ماشي انا هشتغل. الفتره دي انا كنت منزل فيديوهات، في الفتره اللي انا كنت منزل فيها فيديوهات هتلاقي في كتير فيديوز نزلت بعد فيديو لوشا. تمام امين يا عم لوشا خلصان. اقعد بقى بالاسترايكايه بتاعتي، والاسترايكايه بتاعتي بتقعد 90 يوم ما تتشالش غير بعد 3 شهور. طب يا مسهل انا عاده الحمد لله يعني كنتش باخد استرايكات اصلا، يعني الناس بتبقى متقبله النقد، يا بيخش يكلمني مثلا فبمسح الفيديو بتاعه، بمسح حته بمسح مش عارف. فكنت خلينا النقطه دي الثانيه دي بعدين عشان ايه اكمل لكم القصه، بس علشان انا ببقى افكاري بتبوظ. اسمع علينا واحده واحده. المهم قمت داخل بعدها بشويه بنزل الفيديوهات بتاعتي، الدنيا جميله. قمت منزل فيديو على ام جنى، اقعد يومين ثلاثه الدنيا حلوه. 4 تمام. وجاي في اول الشهر اللي احنا فيه ده، كان بعد اسبوع من اخر فيديو تقريبا، وجاي انزل الفيديو عادي. جبت حاجه اشربها، هات انت حاجه اشربها عشان عاجبني موضوع الحكاوي. انا هطلع احكي بعد كده والله حد هيديني كوبي رايت من اللي في القصه ولا. جاي بتنطط بالشورت بتاعي في قلب الشقه ورايح بقى ايه ارفع الفيديو الجديد، ابص لقيته بيقول لي ايه، بيقول لي خد بالك علشان انت فاضل لك سترايك واحده والقناه هتتقفل. اللي مش عارف يا جماعه ان 3 سترايكات في خلال ال 90 يوم موضوع معقد شويه، بس انت ليك 3 سترايكات، ال3 سترايكات كل واحده بتقعد 90 يوم. لو الثلاثه اتقابلوا في نفس الفتره انا مش فاهم ايه الفكره، بس ده اليوتيوب، هو اليوتيوب شغال كده. قام عامل عليا سترايك ايه يا جماعه؟ ده الاسترايك ده بيبقى حقوق ملكيه عشان انا استخدمت الفيديو بتاعه، مع ان في حاجه اسمها فير يوز ان انت تقدر تتكلم على اي حاجه تانية طالما بتضيف محتوى. يعني القانون ده معمول ليه اصلا؟ علشان انت لو بتسرق فيديوهات ناس زي ما هي وترفعها عندك وتاخد مشاهدات فبيجي لك فلوس وبيجي لك عائد مادي من حاجه مسروقه، فعشان كده عاملين القانون ده. المهم بيقول لي خد بالك علشان الانذار الثالث لو جه قناتك هتختفي وما فيهاش نقاش. كده فاضل لي انذار واحد والقناه تطير. قعدت كده بصيت للقناه وقلت يا نهار اسود. 7 سنين هو مش الحاجه الوحيده اللي انا بعملها اليوتيوب عشان تبقوا عارفين برضو، بس بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. 7 سنين وانتوا حاسس ان في عشره، يعني تخيل انت عملت عشره مع 1,200,000 واحد، انت 7 سنين بتبني فيهم مره واحده
وما فيهاش رجوع. كلمت اي حد بيفهم في اليوتيوب اقول لك دي الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش رجوع تاني، وانا كشخص اصلا ما ينفعش اطلع على اليوتيوب تاني. ليه؟ لان انت بالنسبه لليوتيوب انت شخص انت هكت حقوق ناس المفروض، مش اللي هو الانتقاد، لان في حاجه اسمها فير يوز وفي حاجه اسمها بتسرق محتوى. فانا في نظرهم ان انا سارق محتوى لوشا. ابص على الاسترايك، مين اداني الاسترايك؟ ام جنى. انا قعدت فتره كده مش مستوعب شويه، فضلت كده مع نفسي اقول معقول يا جماعه الضربه تيجي من ام جنى؟ يا ام جنى مش مصدق نفسي انا. الضربه يوم ما جت من ام جنى. لا ده شعر كنت كتبته انا ساعتها، قصيده هبقى اسمعها لكم لو حابين تسمعوها عن الكوبي سترايك. المهم يا معلم اقعد ابص، طب ايه ده الاسترايك دي جت بجد؟ انا مش مصدق. فاضل لي استرايكايه واحده وبخ خلاص كده. انا بصيت للاسترايك قلت جرح تاني، هو لسه قلبي خف من الاولاني؟ ايه تك تك كده بالراحه. طيب لسه في تفاصيل كتير جوه هحكيها قدام. طبعا كنسلت الفيديو لان الفيديو كان على ياسمين عز يعني حقوق طبعا ونشر، ما رفعتوش طبعا لان ممكن اخد واحده كمان في وشي خلاص كده شكرا. وقلت ايه مش هنزل فيديوهات الا لما ام جنى تشيل الاسترايك او لوشا او ايا كان المشكله. قلت تمام انا هعمل الفيديوهات برايفت. وكتير منكم لاحظوا وكتير منكم سالوني ليه الفيديوهات مش موجوده، ليه الفيديوهات مش موجوده، وفي مشكله دلوقتي في الفيديوهات بس هترجع ان شاء الله. يعني لقيت واحد بيكلمني على الانستجرام، حد معروف بشكل ما يعني، انا كنت عامل عليه فيديو مش هقول مين ولا عايز حد يتوقع مين لان هو مش حابب ان انا. قال لي اصلا انا بحب فيديوهاتك كذا كذا كذا. قلت له حبيبي ربنا يخليك، حتى انت اتكلمت عليها بس انا كنت بضحك انا وانا والعيله وهزرنا. حبيبي ده اللي بيحصل دايما يعني، دايما لما باجي اتكلم على حد وبتاع والله العظيم عشان ما افورش 90% من الرياكشن، عشان انا باخد بالي في الكلام والرياكشن الكونتنت بتاعي ما بسخرش بشكل ما اجرح اللي قدامي، وما بشتمش، ما بقلش ادبي، ما بعملش حاجات كتير، ما بستفزش الناس من الاخر يعني. فبراعي ان دول ليهم اهل وليهم ناس واصحاب، والناس دي عاديه جدا مش لمجرد ان هم بيعملوا محتوى، الناس عارفه ده. ففعلا من 80 90% بيكلموني عادي ما فيش مشكله، ما هزر بتاع. ممكن حد يجي يقول لي بص انت تقلت شويه بس اقسم بالله كلهم بيكلموني. انا في ناس كنت برياكت عليها جايبين لي اعلانات عشان هم عارفين انا مين يعني، مش بطلع اخانق الناس يعني. في ناس كده في الانتقاد بتاعها انا داخل بتحدى وهغير المحتوى وهغير العالم. انا عارف ان احنا كلنا بني ادمين يا عم، انتقد شويه مش مقتنع بالمحتوى بس هو اكيد بني ادم يعني. المهم الشخص المشهور ده دخل ايه يا اسطى انت حبيبي وبتاع، الفيديوهات موتتني ضحك وبتاع. قلت له حبيبي يا اسطى والله بهزر انت عارف وانت. قال لي ما انا عارف، ده حتى عندي الشركه عملت ايه، عملت مخالفه وانا بقول لهم يشيلوها. مخالفه مخالفة تاني ايه مخالفة تالت؟ انا بقيت قاعد مستني المخالفة. عارفين يا جماعة اللي قاعد عامل كده مكمر دماغه مستني الشلوت في دماغي. قلت له طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه يعني، اشكرك ولا اسيبلك ولا اعمل ايه دلوقتي؟ فانا كده في انتظار المخالفة التالتة. وانتوا بتسألوا انا ما بنزلش فيديوهات ليه. طبعا انا الفترة دي فكرت ان انا انزل محتوى اكل، بس طبعا نفسيتي مش جايبة بقى خلاص يعني، لا اكل ولا شرب ولا رياكت ولا مش خلاص مش عارف، انا مستني في اي لحظة. قلت له طب يا اسطى الحقهم يشيلوا المخالفة قبل ما تلبس في وشي هنروح كلنا في داهيه. قال لي ماشي ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف. المهم اتصرف. كان فيها 3 4 ايام الحمد لله لستر الرب كان شال هو مخالفته. قلت ادينا قاعدين بالمخالفتين ارحم من 3. خلاص يا عم حلو، ديكور حطهم ديكور. بقيت اشوفهم كده تخيلهم ايقونه اصلا في اليوتيوب. اقسم بالله فعلا يا جماعه القناه كانت ممكن تتقفل في اي لحظه. قال لي خلاص لحقتهم. طبعا انا قاعد مش متخيل، ممكن يكون قال لي كده وخلاص او زي ملوش عمل ما يشيلوش برده الكوبي سترايك. المهم ان هي ما جاتش الحمد لله. وطالما هي ما جاتش فانا قمت ماسح الفيديو. طالما مسحت الفيديو عرفت امسح الفيديو قبل ما يلبس كوبي سترايك خلاص خلصان. بعدها بيومين الاقي مين يتواصل معايا، جوز ام جنى. كان رد عليا بقى، وهو في الحقيقه راجل محترم جدا يعني، هو ما تقبلش ان انا انتقده، بس هو راجل في الاول وفي الاخر عارف يعني قدر الموقف وقال لي بس انا ما بحبش كده وبتاع مش عارف ايه. وانا قلت له انت لو قلت لي قبل الاسترايك انا كنت رحت شلت الفيديو، وانا حصلت معايا كتير يعني. ولو اي حد انا عملت عليه فيديو بيتفرج عليا دلوقتي ومتضايق من فيديو معين، انا اكيد مش هبقى مبسوط ان في شخص قاعد متضايق في حته ما. طب انا قاعد عمال اسف وبتاع يعني، انت لو متضايق حتى من غير اي حاجه يعني، من غير سترايك حتى. فهو قال لي خلاص انا ما مرضاش فعلا الضرر لحد، وطلع برده راجل محترم وقام شايل لي ايه الاسترايك. قال لي امسح الفيديو. قلت له ما انت مديني عليه سترايك لازم انت تشيل الاسترايك الاول عشان امسح الفيديو. قال لي لا ما انا مش هشيل الاسترايك انت. قلت له ما انا همسح الفيديو كده، ما انت مديله سترايك يعني. بدون تفاصيل الراجل كان راجل محترم وشال الاسترايك. هوبا الاقي الاسترايك الثالثه اتشالت. افرح يالا يا كيو، ده كل ده في 3 ايام ورا بعض. تفهمش بقى امي دعت لي مش عارف ايه اللي 3 ايام كده تك 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 3 طار. طبعا كانت فتره مش حلوه مش احسن حاجه، ده تتكلم في شهر قاعد انت متخفي مش عارف دنيتك فين. رغم ان زي ما بقول لكم مش دي الحاجه الوحيده اللي بعملها، في حاجات تانية بعملها في حياتي عموما، ومش دي الحاجه الوحيده اللي رامي نفسي عليها مثلا، بس دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي وحاجه عشره كبيره جدا. مش قصه فلوس وقصه مشاهدات قصه ان انت بتعمل حاجه بقالك 7 سنين ايا كان. انت لو بترسم رسمه، انت لو بتعمل ايه بقالك 7 سنين، لو طار كده
لو ما بقاش موجود، انتوا متخيلين يا جماعه كل الفيديوهات دي هتطير، الهيستوري بتاعتك لمده 7 سنين كنت انت بتعملها على النت ما بقتش موجوده خلاص. فتخيل انت بتعمل حاجه لمده 7 سنين واختفت في منت، وحتى ما تقدرش تثبت ان انت كنت بتعملها اصلا. كان ممكن يبقى الدرع ده بس الحاجه الوحيده اللي كانت تثبت ان، وممكن يقول لك مضروب بقى، ما انا مش لاقيه على اليوتيوب بقى، ممكن يقول لي مضروب، انا ما مش هيصدقني. انت في سؤال ممكن يجي في دماغك، ليه في ناس بترياكت برضه على موجانا مثلا او اي حد تاني وما خدوش الاسترايك؟ هي بتبقى حظوظ، الناس دي برضه بتبقى واخده استرايكات على محتوى انا منزل زيه وانا مبقاش واخد استرايك، فهي بتبقى حاجه في الالجوريزم كده مش مفهومه في اليوتيوب، ففيها قصه يعني. المهم اول ما اتشالت 3 استرايكات جيت بقى اكلمكم كده، ومن هنا القصه انتهت بالمنظر اللي انتم شايفينه. سيبك بقى من القصه دي كلها، انا موضوع الرياكشن انا بحب كونتنت الرياكشن، بس انا بعمله بقالي 5 سنين. دي شويه فضفضه بقى من عندي بقى، لو انت حابب تسمع يعني، انت شخص لو بتتابع من فضل اكيد هتهتم تسمع، الا لو انت مش فضولي، ومفيش حد مش فضولي اليومين دول. انا بحب صناعه المحتوى وبحب الكونتنت الرياكشن، بحب اتكلم، بس ليه مشاكل كتيره قوي قوي فوق ما تتخيل. اول مشكله عندك الكوبي سترايكس، تاني مشكله ان حد ممكن يتضايق مثلا من الفيديو اللي انت عملته، تالت مشكله 3/4 فيديوهاتي علامات صفراء، واللي معلوش علامات صفراء بيبقى صاحب الفيديو ساحب الارباح بتاعتها. فانا عايز اقول لك ان انا كمليون سبسكرايب اصلا على اليوتيوب، لو بعمل كونتنت تاني الموضوع هيبقى بالنسبه لي احسن بكتير جدا، بس انا كنت بعمل ده عشان انتوا بتحبوه وانا بحبه برضه، وبحس ان احنا بنبسط واحنا بنعمله يعني. ممكن يجي معلن مثلا يقول لك لا ده بينتقد محتوى حد مشهور تاني، ليه اعمل اعلان عنده واخسر فئه الجمهور؟ في ناس بتفكر كده. فكونتنت الانتقاد او الرياكشن في مصر بالذات صعب جدا. انا بقالي 5 سنين اي حد بيبتدي فيديوز يفكر يعمل رياكشن دون دو ات بجد يعني. انا لو ادي نصيحه لحد بيبتدي يوتيوب دلوقتي، ما تبداش رياكشن خالص. المحتوى بقى متحجم جدا من اليوتيوب، المحتوى ما بقاش يخش ترند، مفيش اعلانات زي بقيه المحتويات، في مشاكل كتير. ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في رياكشن وفي كل حاجه، بس ممكن يبقى مره في الاسبوع، واحاول ادخل كونتنت تاني مع الموضوع. الفتره اللي فاتت كنت بعمل ايه؟ انا كنت باكل وبشرب وبظبط للمحتوى الجديد، وكان في ساعتين لطم في اليوم بقعد الطم فيها، والباقي كنت بلعب عليه جيمنج. انتوا يا جماعه انتوا مش عارفين ده الجزء فيا، انا بحب الجيمنج جدا، وطبعا انت ممكن تكون عارف ان انا الفتره اللي فاتت دي ما انا مش هفضل قاعد كده، كنت بنزل على الجيمنج قناه الجيمنج. حضرتك طبعا مش عارف الموضوع ده، انا منزل يجي 20 فيديو من ساعه ما وقفت فيديوهات هنا، 20 فيديو على قناه الجيمنج. يعني هبقى مبسوط جدا لو انت رحت على قناه الجيمنج، نعتبرها القناه الاحتياطيه وفيها كونتنت في نفس الوقت، لان انا بحب الجيمنج وبحب محتوى الجيمنج، وخلاص احنا داخلين على 100,000. هبقى مبسوط جدا لو وصلنا قناه الجيمنج ل 100,000 قبل رمضان. فهسيب لك اللينك تحت بتاع الجيمنج. عموما يعني لو بتحب الجيمنج كمان، لو ما بتحبش خلاص، بس انا هبقى مبسوط جدا يعني. المهم كنت بنزل عليها جيمنج كل يوم، بطلع فيها كابتي، روحوا هتلاقوا بلاوي يعني. نرجع لموضوع الرياكشن ده. محتوى الرياكشن بصراحه يا جماعه بالنسبه لي ككونتنت اساسي اليوتيوب دلوقتي، عايزك تابلود، مش تابلود مره مرتين في الاسبوع 3، ده عايزك لو تعرف تابلود كل يوم هتابلود كل يوم. ومع كونتنت الرياكشن والمشاكل اللي انا بقول لكم عليها دي مستحيل، عشان كده انا بغيب كتير، يا مشاكل يا حوارات يا مفيش كونتنت، يا اما هطلع اسخف عليك واقول حاجات اجيب فيديوهات. حتى المحتوى نفسه بيبقى معتمد على حاجات تانية. انا ممكن اطلع بفيديو على فكره واجيب فيديو قدامي والكونتنت بتاعي مش متعب يعني، كعمل الكونتنت نفسه هو مش متعب، بس المشاكل اللي بتيجي من وراه مقرفه جدا وتخليك تقف ما تعرفش تكمل. انا بالنسبه لي موضوع سهل جدا، افتح اي فيديو اقعد اهبط فيه وبتاع، بس انا مش عايز اسخف عليك، عايز يوم انزل حاجه تبقى بتضحك لذيذه، موضوع يستحق الانتقاد، بس مش هقعد للسقطه واللقطه خلاص. بس كمان في حاجات بحس ان هي اتكررت كتير قوي. انت فاكرني انا مش عارف ده؟ في ناس فاكراني مش عارف ده، انا عارف ده يعني. انا في حاجات ساعات متكرره، انا عارف ان هي متكرره، بس بحاول اطلع احسن ما عندي في الحته دي. ليه؟ علشان انتوا حبيتوا الكونتنت ده. فانا ان شاء الله هكمل كونتنت رياكشن، لان القناه قناه رياكشن، هحاول ادخل معاه حاجات تانية. لو عندكم اي افكار، انا كده كده في حاجه شغال عليها، بس انا عايز اسمع افكاركم قبل ما اقول لكم على الحاجه دي. عندكم اي افكار اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وكده كده قناه الجيمنج شغاله كل يوم فيديو، هبقى مبسوط جدا لو وصلتوها 100,000، فاضل 25,000 تقريبا بس. فروحوا هناك اشتركوا، ان شاء الله يعجبكم المحتوى يعني. ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه. الحاجه الوحيده الاخيره اللي انا كنت برضه عايز اتكلم فيها، باخد بالي جدا في الرياكشن، اكتر ناس تتخيلوا ان هي ممكن تكون بتكرهني بتتواصل معايا عادي جدا، مش متضايقين مني ولا بيكرهوني ولا، وكانوا يقدروا يعملوا اي حاجه من بدري، بس هم متقبلين الموضوع، لان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا زي ما قلت لا هيبقى فيه شتيمه، لا هيبقى فيه كلام قليل الادب، لا بحاول اضحكك من الاخر من غير ما اقلل قيمه حد قدامي. ممكن اكون بسف عليه وبسف على الفيديو بتاعه مش عارف ايه، بس ما بهينوش هو. في فرق ما بين ان انا بهينه هو، في فرق ما بين ان انا بتكلم عن المحتوى بتاعه. الكلمه دي بتقال كتير، بس فعلا انا بعمل كده يعني. في ناس تقول الكلمه دي وهي ما بتعملش كده اصلا، والموضوع بيبقى صعب. انا في فيديوهات كتير بمنتجها بعد ما بخلص ممكن يطلع مني رياكشن انا ما احبوش في المونتاج، مع انه يبقى بيضحك جدا يعني. انا لو عايز بجد اتريق انا اضحكك 10 مرات لو ضحكتك مره يعني. انا باخد بالي من النقطه دي يا جماعه، وده مش ما يعتبرش تنمر، هي يعتبر حاجه اسمها ساركاستيك، انتقاد بسخريه، لا كل شيء عن باسم يوسف. وفي انواع ناس بره بتعمله كتير جدا، بس بره الموضوع عندهم مختلف يعني. بس لا قصدي اسخر ولا اي حاجه.
حاجه، واللي بيتضايق من الفيديو بشيله على طول يعني. ان شاء الله ما اكسلش واشتغل على المحتوى الجديد ده، وفي نفس الوقت برضه يبقى معانا رياكشن، بس احاول انزل لكم الفيديوهات اللي شايف فعلا ان هي مستحقه تنزل او مستحقه الانتقاد. وبالنسبه للانستجرام تعالوا عشان حصل مصايب تانية وحاجه تانية بعد الشر يعني. وفي الاخر احب اقول لكم وحشتوني جدا، وفعلا والله كنت مفتقدكم جدا، والحمد لله الحمد لله السترايكس اتشالت، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. ما تنساش بقى تروح على قناه الجيمنج برضه. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم.